السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بريوش هش جدا وخفيف زي القطن وطعمه تحفة. هينفع معاكي بقى في الفطار وفي العشاء خفيف مع الشاي كده، مفيش احلى من كده. طعمه حلو جدا، كمان ممكن تعملي منه كمية كبيرة وتشيليها في الفريزر، تطلعي على قد الاكل يفك يبقى كأنه لسه طالع طازة من الفرن. هسيب لكم المقادير مكتوبة في صندوق الوصف، ويلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. البولة اللي هعجن فيها حطيت كوباية من اللبن الدافي، وحطيت كمان نص كوباية من المية الدافية. ممكن تخلي الكمية كلها كوباية ونص كلها لبن او كوباية ونص كلها مية، مش هتفرق. حطيت عليهم بيضة، ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، حطيت كمان معلقة كبيرة من الخل ومعلقة كبيرة من السكر. بعد كده حطيت معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بخلط كل المكونات دي مع بعضها. لو ما عندكيش عجان هتشتغلي بايدك عادي، هتخلطي الاول المكونات السايله دي بمضرب سلك، وبعد كده تبداي تنزلي الدقيق بالتدريج وتعجني بايدك. انا هنا عندي حوالي 3 كوبايات ونص من الدقيق، حطيت عليهم رشه من الملح وبدات انزل الدقيق بالتدريج واحده واحده لحد ما العجينه تلم. ممكن تحتاجي اكتر شويه من الثلاث كوبايات ونص، او ممكن تحتاجي اقل على حسب الكوبايه اللي انتي كنتي معايره بيها اللبن والميه من الاول، وكمان على حسب نوع الدقيق. هنا العجينة لمت بس لسه بتلزق شوية. دلوقتي هضيف لها معلقة كبيرة من السمنة او الزبدة، تكون طرية علشان تدخل في العجينة بسهولة. برجع اعجن تاني، وهنا كده خلاص العجينة لمت معايا بالشكل ده، فيها تلزيقة بسيطة قوي في نفس الوقت طرية. هحط لها دلوقتي رشة بسيطة من الدقيق في البولة من تحت وعلى الوش من فوق، وهسيبها لحد ما تخمر، حجمها يتضاعف تقريبا ساعة او اقل. الايام دي الجو حر والعجينة بتخمر بسرعة. بعد ما العجينة خمرت حطيت رشة دقيق على الرخامة او على المفرش، وادي شكل العجينة بعد ما حجمها اتضاعف. هنزلها بقى عندي على الرخامة. هبدأ دلوقتي ان انا افردها مستطيل كبير، ما يكونش رفيع قوي ولا يكون سميك قوي، هتشوفوا معايا السمك في الاخر. هدهن دلوقتي سطح العجينة كله بالزبدة او بالسمنة، تكون طرية علشان تتفرد معايا بسهولة بس ما تكونش سايلة. بطبق العجينة من الجنبين بالشكل ده، وبرجع ادهن تاني وارجع اطبق تاني، وهكذا لحد ما اطبق العجينة كلها. ما بين كل مرة والتانية بدهن العجينة بالزبدة. بعد كده بحطها على طبق فيه رشة من الدقيق وبغطيها وبدخلها التلاجة حوالي ساعة. لو مستعجلة عليها ممكن تحطيها في الفريزر نص ساعة لحد ما الزبدة تمسك عشان اقدر ان انا افردها تاني. بعد ما دخلتها التلاجة ساعة هجيبها وهرجع تاني افردها على شكل مستطيل. بحط النشابة في النص وبطلع كده لفوق ولتحت.
بعد ما فردتها برجع ادهنها تاني بالزبدة، وبحط رشة بسيطة من السكر العادي الخشن مش سكر بودر. ريحة بقى الزبدة مع الفانيليا مع السكر كده لما يتكرمل، وهنا كمان حطيت شوكليت شيبس، ريحتها وهي في الفرن بيبقى تحفة. وكمان طعم الزبدة لما بتطلع مع الفانيليا كده والشوكولاتة، لو جربتوها هتعجبكم جدا. بعد كده ببدأ ان انا الفها شبه السويسرول كده، بحاول بقى اقفلها كده على بعضها. بساوي بقى شكلها، لو في حتة اضخم من حتة ببدأ ان انا اسويها بالشكل ده، وبقطع يعني تقريبا حوالي صباعين كده، وبقطع عشان يكونوا كلهم نفس المقاس على قد ما بقدر. بعد كده باخدها بفردها بالشكل ده. لو حسيت ان الشوكليت شيبس مش باين قوي فيها ممكن ازود لها شوية، يعني في قطع الشوكولاتة كانت باينة فيها فما زودتلهاش، وفي قطع حسيت ان الشوكولاتة مش ظاهرة فزودت كده عليها شوية من فوق. حطيتهم على صينية فيها ورقة زبدة، او ممكن تستغني عن ورقة الزبدة بس بتدهني الصينية كويس بالزيت او بالسمنة. سبتهم بقى يخمروا للمرة التانية بعد التشكيل. في الوقت ده جهزت بيضة عليها رشة من الفانيليا ومعلقة من الخل، ضربتهم مع بعض علشان ادهن بيها وش البريوش. هنا بصوا شايفين حجمه اتضاعف ازاي، سبته تقريبا حوالي نص ساعة. بدهن وشه بالبيض عليه الفانيليا والخل. في الوقت ده مشغله الفرن على درجة حرارة 180 علشان يكون سخن. بدخل البريوش على الرف اللي في النص، تقريبا بيقعد حوالي نص ساعة، وبيكون اخد لون حلو من فوق ومن تحت. لو حسيتي ان هو استوى من تحت ولسه ابيض من فوق، طبعا هتطفي الفرن من تحت وتشغلي الشواية. وده شكله بعد ما خرج من الفرن، هش جدا وخفيف، ريحته وطعمه في حتة تانية. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. كده نكون وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، واستنوني في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.